الجولة 26 الجاية من الدوري الإنجليزي، ليفربول ومانشستر سيتي على ملعب الاتحاد، أو بمعنى آخر يعني عندنا كمصريين عمر مرموش في مواجهة الإيجيبشن كينج محمد صلاح. فمن غير مقدمات كتير تعالى كده نتكلم شوية، بس استنى لايك وسبسكرايب حلوين منك كده يا صديقي العزيز، ويلا بينا نبدأ. مانشستر سيتي اتكلمنا عنه كتير وعن وضع الفريق. السيتي اللي لسه جاي من ماتش مميت قدام ريال مدريد في البرنابيو، واللي خلص بنتيجة 3-1 لريال مدريد. في ماتش ريال مدريد لعب كورة حقيقية عكس المرات اللي فاتت. السيتي مش في احسن حالاته، لكن ده لا يقلل من المباراة الكبيرة اللي قدمها ريال مدريد من حيث التنظيم، من حيث الشكل، من حيث الاداء، كل حاجه. على الناحيه التانيه بقى ليفربول اللي بقاله فتره كده مش بنفس النسق ولا الريتم العالي اللي كان عليه من بدايه الموسم. وكمان الليفر جاي من تعادل قدام استون فيلا، وهي دي الفتره اللي عاده ليفربول بيقع فيها وبيخسر فيها الدوري. ده غير كمان بعض اللعيبه مستواها بيقل، لكن لا يزال محمد صلاح هداف الدوري الانجليزي وبيقدم موسم عالمي، بل وكمان تقريبا ده اكتر موسم صلاح يقدر يحقق فيه البالون دور. ولكن بقى هل هتكمل للاخر ولا لا؟ ده اللي هنشوفه على مدار الموسم. لكن طبعا نتمنى ان صلاح يكمل على نفس الاداء ده، وان شاء الله البالون دور بتاعته السنه دي. وخليني كده قبل ما اختم معاك يا صديقي العزيز، عايز اديك حاجه بسيطه كده عن تشكيله الفرقتين. نبدا بالسيتي وعن تشكيله السيتي. فانت عندك لو هالاند سليم هيلعب الماتش، ومعاه هيبقى عمر مرموش، وهتكون نفس تشكيلة ماتش نيوكاسل، بس باختلاف غياب جون ستونز لما اتصاب في ماتش ريال مدريد. ولكن بقى العكس تماما، لو هالاند لسه مش جاهز فمش هيلعب الماتش، وهيكمل بعمر مرموش لوحده. ولكن هيرجع بقى معاه كيفن دي بروين اللي كان جاهز في ماتش ريال مدريد، وجوارديولا فضل ان هو ما يلعبش بيه. حاجة كمان عايز اقولها لك، ان من المحتمل جدا ان جوارديولا يتخلى عن التحفظ ويبدأ بجيريمي دوكو من بداية الماتش بسبب سرعته العالية ومهاراته العالية جدا، وتحديدا بقى ان هو هيلعب على جبهة ارنولد، اللي طبعا احنا عارفين كلنا ان ارنولد ضعيف في الحتة الدفاعية. واعتقد مع وجود دوكو على ارنولد هيكون في لعب كتير في الحتة دي. الليفر بقى هيبقى بنفس التشكيل، وهو هيلعب بدون تغييرات. خط الهجوم هيكون فيه صلاح، جوتا، وممكن ناحية الشمال تشوف نونيز او كودي جاكبو لو رجع، او لويس دياز. لكن الليفر هيغيب عنه لاعب مهم زي كونر برادلي لما اتصاب في الماتش اللي فات، ماتش استون فيلا. اعتقد دي هي الحاجه الوحيده اللي هتبقى متغيره، وبكده انت ضامن ان ارنولد هيلعب الماتش كله كباك يمين. اما عن الفريقين بقى وضعهم في الدوري، فعندك يا سيدي السيتي في المركز الرابع ب 44 نقطه من 25 ماتش. الليفر بقى طبعا هو اللي في الصداره ب 61 نقطه ولكن من 26 ماتش. فهل بقى يا سيدي عايز اسالك سؤال، هل بقى بعد خروج السيتي من دوري ابطال اوروبا تكون دي الفرصه للسيتي ان هو يعدل من وضعه في سباق الدوري ويرجع تاني للمنافسه، وتحديدا ان لسه ارسنال وليفربول مكملين في دوري ابطال اوروبا؟ والسؤال الاخير بقى برضه عايز اسالك يا صديقي العزيز، بعد خساره السيتي من ريال مدريد بالاداء السيء ده، هل هيكون ماتش ليفربول هو الانتفاضه ونقطه تحول للرجوع لسباق الدوري من جديد؟ ده اللي احنا عايزين نعرفه وهنشوفه برضه. فخلاص كده يا صديقي العزيز، ما تنساش اللايك والفولو عشان يوصلك كل جديد، وبرضه دعم منك يعني. فبس كده كان معاكم احمد خالد، بس كده، سلام.